باريس العاصمة الفرنسية، حيث تحولت لمطبخ تفوح منه روائح طبخ امتزجت نكهاته ما بين البهارات العربية والتسبيك الغربي. في باريس كان الاجتماع هذه المرة حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. يقولون عنه اجتماع الصدفة، ويا لها من مصادفات تكررت لتجمع مرة بين حمد ونتنياهو، وأخرى بين حمد وأيهود باراك وزير الحرب الإسرائيلي. تقول صحيفة لوكانار إنشي الفرنسية: ليس سبقا صحفيا أن يلتقي رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بأي مسؤول إسرائيلي، فالدولة التي يرأس حكومتها حصينة من أي شبهة بالتطبيع السري، وهي حتى عشية ما سمي الربيع العربي كانت لا تزال تضع قدما في قلب الممانعة وتستوي على القدم الأخرى في قاعدة العديد الأمريكية في قطر. تسريبات اللقاء تقول إن الجانبين بحثا في تطورات الأوضاع في سوريا، حيث يطمئن حمد نتنياهو أن لا خوف على إسرائيل مما أسماها حمد بموجة التظاهرات في العالم العربي. في التسريبات أيضا حاول الرئيس الفرنسي إقناع نتنياهو بأن ما يحدث في الدول العربية سيخفف من القبضة الإيرانية في المدى العربي حسب ساركوزي. يذكرنا لقاء الصدفة هذا بلقاء الصدفة بين أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ومسؤولين إسرائيليين. هذه المرة الطائرة أخطأت المكان لتحط رحالها فيما تسمى بإسرائيل. المصادفات قادت قطر أيضا لتغيير توجهاتها وتبدأ العمل على تعزيز قدراتها الدبلوماسية في المنطقة، تغيير بدأ يأخذ طابعا مثيرا للاهتمام. تقول دراسة في صحيفة الجمل بما حمل: استهدفت قطر بتدخلها السافر العديد من بلدان المنطقة وعلى وجه الخصوص سوريا وليبيا، ما يكشف السعي القطري الحثيث لجهة القيام بدور القائد الإقليمي الجديد في منطقة الشرق الأوسط. فالتقارب مع إسرائيل حسب الخبير الأمريكي كليفورد كراوس أحد شروط جدول أعمال السياسة الخارجية الأمريكية الشرق أوسطية، والتي تسعى للقضاء على أهمية العواصم الشرق أوسطية الرئيسية الثلاثة: دمشق، الرياض، والقاهرة، وذلك عن طريق الدوحة التي هي حسب واشنطن الأكثر قدرة لتعزيز فعاليات السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. وهنا تكشف وثائق ويكيليكس بعض المستور. فإضافة لاستضافة قطر لكبار مسؤولي القيادة المركزية الأمريكية، فهي سمحت لأمريكا باستخدام قاعدة العديد الجوية القطرية دون قيد أو شرط لشن هجمات على العراق وأفغانستان، رغم أن الحكومة الأمريكية لن تتردد بحسب الوثيقة في استغلال كل التسهيلات الممنوحة من قطر في عمل تعبئة عسكرية ضد إيران. كشف آخر كان أشير إليه عن تعهد قطري بإمداد إسرائيل بحاجتها من الغاز كبديل للمصدر المصري. أما إسرائيل فستعمل على تأمين الحماية لقطر في مونديال عام 2022 والذي مقررا إقامته في الدوحة. أما المقابل فهو مليارات دولار وعمولة 5% عن كل تذكرة دخول للملاعب. يبدو أن القيادة القطرية لم تحسب حسابا لأن من يلعب بالنار سيحرق أصابعه يوما. أبرز مثال على ذلك دعوة مجموعة من القطريين وعبر الفيسبوك إلى تظاهرات حاشدة ضد النظام، وهنا بعض منها.
الآن ننتقل إلى الاقتصاد مع ميس أورفلي. أهلا.